نخش في حكايه اللواء الحكايه المصيبه اللي حصلت دي مصيبه حصلت، ولا احنا شايفين لها فاهمين لها حاجه. وعصام حجي غضب بشده، كتب تقرير او بيسموه ايه يعني بيان، وبعدين راح عامل بيان تاني. عصام حجي ده مستشار رئيس الدوله للشؤون العلميه. وانا الحقيقه النهارده حاولت اتصل بسياده العقيد احمد علي، كلمته، وبعدين انا بنام الظهر، نمت الظهر، صحيت لقيته مكلمني، كلمته كان تليفونه بره الخدمه، فما عرفناش نتواصل. بس في مشكله عجيبه، فيها صباع كفته وفيها مخابرات وفيها مليارات وفيها هروب وفيها خطف وفيها بتاع فيلم كده هندي ملوش معنى خالص، ملوش لازمه، بس الجيش دخل فيه، الجيش موجود فيه بقوه. الراجل اللي قال صباع كفته دوت وخطفوني وجابوني وعملوني، ده لواء، لابس على كتفه لواء. هل ده ضابط اصلي؟ يعني كان دخل الكليه الحربيه؟ بيقولوا لا، ده من خريج كليه العلوم. نيجي وقتها، تعالوا نسمع الاخبار بس، نيجي وقتها نشوف ايه حكايه اللواء وحكايه الكفته.